اللاعب ده رغم انه راجع من اصابتين وفاقد حساسية الماتشات نزل يتحدى اشرس خط نص في القارة واثبت ان ذكائه اقوى من كل عضلاته. 10 يناير اغادير المغرب، انت داخل مفرمة بتلاعب غول افريقيا وحامل اللقب واقوى خط نص بدني في البطولة كلها. العرف في الماتشات دي بيقول العب عشان تعيش، والمنطق بيقول انك تنزل تدافع ب11 راجل وتلعب باللي جاهز 100% عشان ما تشيلش. بس قبل الماتش بساعة حصلت مفاجأة، اسم واحد ظهر فجأة في الاساسي، لاعب كان المفروض انه بعيد عن الصورة بقاله فترة طويلة بسبب الاصابات. الكل حط ايده على قلبه وقال دي مجازفة، انت بتلاعب دبابات مش بشر، واللاعب ده فاقد حساسية الماتشات. بس اول ما الحكم صفر اللاعب ده رمى حسابات الدكاترة ورا ظهره، عوض نقص اللياقة بغل في الملعب وذكاء الشوارع والحواري. وفي الدقيقة الرابعة لمح فرصة تايهة وسط المدافعين العمالقة، خطف الكورة وحطها على طبق من ذهب لمرموش وجاب الجول الاول، ورجع بلمسة معلم رسم طريق الجول الثالث للملك صلاح. وبكده مش بس وقع الغول وخرجه بره البطولة، ده فتح لنا باب الطار عشان نقابل الوحش التاني السنغال ونخلص حسابنا القديم. اللاعب اللي عمل الملحمة دي كلها